عندنا حلقتين من حلقات المسلسل الوثائقي بتاع WWE على نتفليكس بيتكلموا عن الخطط الأصلية للرويال رامبل وراسل مانيا، وبصراحة الكلام اللي فيهم يزعل الواحد جامد، خصوصا لما يبان ليك من أحداث المسلسل بشكل غير مباشر إن في ناس فعلا خدت فرص ما تستحقهاش. فخلينا نتكلم عن إيه اللي اتقال ونفسر الكلام ونقول رأينا فيه. في أصوات بتحكي قصص، ولكن أنا الصوت اللي بيحول الحكاية لمعركة وبيخلي كل لحظة بتسمعها ممتعة. أنا راسل سبوت، وده مش فيديو عادي، ودي مش مجرد قناة، دي الحلبة نفسها. فعاوزك تضرب الجرس وخلي الحكاية تبدأ. الحلقة الثانية من البرنامج ده بعنوان بوش أو دفعة، بتبدأ بتاريخ عائلة الساموينز وبتعرفنا بيهم وبتعرفنا على الأوسوس وإيه موقعهم من الإعراف في العيلة دي، لحد لما يعرفك على جي أوسو لوحده ويقولك إن هو موهوب، ولما انفصل عن أخوه بقى عامل أداء جامد وبتاع. وبنروح ليوم عرض رويال رامبل سنة 2025 وبنلاقي جي أوسو بيقولك أنا بقيت مشهور دلوقتي والناس تعرفني. حاجة بقى من أعبث الحاجات اللي شفتها في حياتي. بعد الكلمتين دول على طول جي أوسو بيقف على مدخل الجراج بتاع الملعب، وبتاع الأمن بيقول له أنت، فجي قال له أوسو، فبتاع الأمن عيني قال له أنتوا من WWE؟ فقال له آه، فقال له أنا مستني مارك هنري أو توني بلانشر أو ستيف ليفي، فعاوز الهوية بتاعتك. فاللي معاه في العربية قالوا له ده مصارع في WWE، وجي أوسو آخر لما زهق قال له يا عم مارك هنري معايا هنا في العربية أهو، شوفوا خلينا ندخل. يا لهوي على الكسفة اللي أنت فيها يا حازم. وش جي أوسو بعد اللي حصل ده كان حاجة في منتهى الإحباط، اللي هو إزاي ما يعرفنيش؟ أنا سيادة اللي هو جي أوسو يا ابني. بعد كده بنشوف جي وجيمي كانوا بيتكلموا عن مين يستحق يفوز السنة دي لو حد من الساموينز، فالاتنين اتفقوا على إن جيكو فاتو يستحق. بصراحة عندهم حق، ومبسوط جدا إن هم اعترفوا بحاجة زي كده في الوثائقي ده. بعد كده تريبل اتش بيجتمع مع فريق كتابة بول هيمن عشان يتكلموا عن الرويال رامبل ويشوفوا مين الكسبان السنة دي. تقريبا كل فريق كتابة اتفقوا على رأي واحد، وهو سي ام بانك، وفي حد منهم اقترح جون سينا لان دي اخر سنه ليه كان مصارع، فكل لحظه تاريخيه ليه وهيتذكر في التاريخ بعد كده ان سينا في اخر سنه ليه كان مصارع كسب الرامبل وراح لراسل مانيا. وبالنسبه لسي بانك ممكن يكسبوه الاليميشن تشامبر عادي. بنكتشف بقى ان الخطه الاصليه لراسل مانيا 41 كانت ان كودي رودز يلعب جون سينا، وجونتر يلعب سي بانك، ورومان رينز يلعب سيس رولينز، وتتعمل مباراه سلالم على بطوله القارات ومباراه سلالم تانية على بطوله الولايات. لكن في واحد كده في القعده دي طلع زي الخازوق، قال لك انا شايف اننا ممكن نلاقي حل للحوار ده، بحيث اننا ممكن نخلي جي أوسو يكسب. عنك دي ما يتكلمش، ده يطف بس، والطفه تجعل وش للتاني. ساعتها كلهم بصوا على شعبيه جي أوسو اللي زادت جامد بشكل ملحوظ. ايوه فعلا زادت جامد، بأمارة يوم الرامبل كده لما راح وقف على الجراج وبتاع الامن ما رضيش يدخله. الاتحاد هنا اتكلم بمعيار مين اللي عنده شعبيه كبيره نقدر ندفعه ونخلي الناس مبسوطين بفوزه، فلقوا ان جي أوسو ينطبق عليه المعايير دي، ولكن برضه كان عندهم شكوك ناحيته. وتريبل اتش مسك جي أوسو وراح قال له على القرار ده وقال له احنا عاوزين ندفع بيك للقمه، لكن لازم تظهر لنا انك تستاهل ده عشان ما نرجعش في كلامنا تاني. وقالوا انهم لو حسوا منه ان هو متخاذل او مش قد الدفعه دي هيسحبوها منه، ومع ذلك جي أوسو قال لهم خليها على الله. اللي يغيظ بقى ان في الطريق لراسل مانيا احنا فعلا شفنا جي أوسو متخاذل في اوقات كتير جدا، ولعبه بقى متخلف وعمل كميه بوتشات في كل عرض مش طبيعيه. ليه بقى ما سحبوش منه الدفعه دي؟ ما تفهمش. في المسلسل ده بيبرروا لك اللي حصل ويقولوا لك انه حصل اللي حصل ده بسبب انه حس بضغط شديد جدا، ولكن تقديرا لجهوده الفرديه هم صبروا عليه وما سحبوش الدفعه منه، وبدل ما يسحبوها او يحايلوا فيه اخدوا معاه اسلوب صارم وقالوا له لو ما ظبطتش نفسك هنسحب منك الدفعه او هنخليك تخسر قصاد جونتر، يعني خلي بالك قرار فوزك بالبطوله ممكن نغيره عادي جدا. طبعا الكلام ده كان هري، وكلنا شفنا ان الوقت ما كانش كفايه عشان يصلح من نفسه بعد لما عمل كذا بوتش في الرو قبل راسل مانيا. فانا بصراحه مش مصدق الكلام ده، وفي جميع الاحوال ده يدل على ان جي أوسو معلوق كبير. في نفس الوقت بنروح لسيم بانك اللي برضه مشارك في الرويال رامبل، والسنه اللي فاتت كان مشارك وفضل للاخر، وكان ليه خطط يشارك في راسل مانيا ويلعب ضد رولينز، لكن للاسف اتصاب وما عرفش يلعب. فالاتحاد كان عاوز ان برضه سيم بانك يروح للحدث الرئيسي، محدش اهمل ده رغم كل الخطط الكبيره اللي ما كانش فيها. فقرروا يعملوا مباراه ثلاثيه بين اكبر ثلاثه في المجال كله، رومان رينز، سيس رولينز، سيم بانك، بالاضافه لبول هيمن في القصه اللي مش مجرد مدير اعمال بل كنز لاي مصارع بيكون معاه، وكان كده مع رومان رينز لفتره طويله. فمحور المباراه الثلاثيه دي كان بول هيمن، اعز صديق لسيم بانك واللي مدين لبانك بخدمه، والخدمه دي هي انه يكون في صفه في راسل مانيا. وعندك رولينز اللي بيبص لبول هيمن وفاهم انه راجل ذكي وانه ممكن يكون كنز ليه، فالكل كان مستني يشوف هل هيمن هيخليه مع بانك ولا هيخونه وهيرجع تاني لرومان رينز، ولا في حل ثالث غير متوقع يصلح يكون نهايه عظيمه. قبل راسل مانيا ب11 يوم بيقولوا يعني ان فريق كتابه ما كانش لسه خدوا قرار في نتيجه الماتش ده، والمفروض ان احنا نصدق. لكن تريبل اتش
قال ان لازم سيم بانك يكسب في راس المانيا، وبروس بريتشارد وافق على الكلام ده. لكن وقفوا عند الحته اللي تخص موقف بول هيمن، اللي هو واقف في صف سيم بانك بس في نفس الوقت بيحاول يعمل الصح ويرضي رومان رينز. فالقرار السهل بالنسبه لفريق الكتابه كان فوز سيم بانك وان هيمن يغدر بيه بعد كده، لكن ده مش هينفع، لان من المنطق ان سيم بانك هيتوقع ده وهياخد باله منه. خلاصه الاجتماع ده قالها تريبل اتش في جملتين: دايما بيكون في حلول منطقيه متاحه لينا وممكن نستخدمها عشان نكمل القصه، ولكن في بعض الاحيان الحلول او الطرق المنطقيه دي بتبقى متوقعه من الجمهور، ولما بتبقى متوقعه لازم نغيرها. اقف بقى هنا عشان الكلام ده كبير قوي. معنى كلام تريبل اتش هنا ان في الاحداث الكبيره بالتحديد بيبعدوا عن اي سيناريو متوقع. فمثلا في حاله الرويال رامبل الكل كان متوقع جون سينا او سيم بانك، فلمجرد ان الجمهور توقع ده فالاتحاد عمل حاجه مختلفه عنه، حتى لو الحاجه دي وحشه، حتى لو شعبيه سينا وسيم بانك تضرب شعبيه جي اوسو بالجزمه، لكن لمجرد ان الجمهور توقع ده هنغيره. ونفس الكلام في راس المانيا، الكل فعلا توقع ان بانك هيكسب اول مين ايفنت ليه وبعد كده يحصل اللي يحصل وهيمن يخونه، لكن الاتحاد قرر ان ده مش هيحصل لانه شيء منطقي، فقالوا لك احنا هنبعد عن المنطق عشان نعمل مفاجاه. مش مهم بقى مفاجاه حلوه مفاجاه وحشه، المهم تبقى مفاجاه. بصراحه بالنسبه لي دي حاجه من اسوأ الحاجات اللي الاتحاد ماشي عليها من وجهه نظري يعني، خصوصا في قرار الفائز في الرويال رامبل. اعتقد ان الاتحاد شاف بنفسه ان احيانا الغير متوقع بيكون سيء جدا وما بيعجبش الناس، والكل عبر عن ده لما جي اوسو كسب الرامبل، لدرجه ان الاتحاد نفسه قبل راس المانيا اهو قالوا لك انهم شافوا ان جي اوسو مش جاهز، وبعد لما كسبها في راس المانيا البطوله رجعت تاني لجونتر قبل سمر سلام. المهم بالنسبه لقرار المباراه الثلاثيه، قالوا ان فوز سيم بانك حاجه حلوه، لكن فوز بانك وانضمام رولينز لهيمن هتكون صدمه اكبر، خصوصا ان سيس لعب على الموضوع ده وقع بينهم كلهم. وبرضه حوار ان رومان رينز وهيمن كانوا مع بعض لمده 4 سنين، فحوار ان حد يجي يفرق بينهم نهائي ده حدث يليق بحاجه كبيره زي راس المانيا. بس تريبل اتش رجع وقال لك احنا بالشكل ده هنحكم على رومان رينز بالفشل، بحيث ان بانك هيكسب ورولينز هياخد هيمن ورومان هو اللي هيخرج خسران، لا هو فيس ولا هو هيل، وخسر كل حاجه، خسر الماتش وخسر بول هيمن. وبصراحه من غير زعل انا عجبتني طريقه تفكير تريبل اتش هنا في النقطه دي، بحيث انك فعلا لو خليت 2 طالعين كسبانين واحد خسران يبقى انت كده فعلا بتقلل من الخسران ده، انما لو 2 خسرانين واحد بس اللي كسبان فانت ما قللتش منهم على قد ما انت استخدمتهم في تضخيم وتكبير صوره الفايز ده عشان ياخد لقطه كامله لوحده، وفيما بعد الاثنين التانيين كل واحد منهم ياخد لقطته. عجبني جدا ان هو ما حبش يخسف برومان رينز الارض بشكل كامل، فدي بصراحه نقطه تتحسب له في حاله لو البرنامج ده فعلا حقيقي، وهننتقل للجزء ده في اخر الفيديو. المهم بنشوف بعد كده يوم العرض سيم بانك متحمس جدا ومبسوط ومعنوياته مرفوعه بشكل مش طبيعي وبيهزر مع الكل. مش هتكلم على المشهد ده لان انا فعلا قرفت، حتى كوفي خد جنبه وقال لك ايه القرف ده. وبنشوف بعد كده فوز جي اوسو ببطوله العالم وتريبل اتش بيهنيه وبيقول له انت عملت انجازات كتير وخصوصا اللي عملتها انت واخوك كفريق، فده حقك وانت تستاهل اللي حصلت عليه. طب ثواني بس معلش، يعني انتوا شايفين انهم الاثنين عملوا انجازات دي سوا؟ طب زي ما جي اوسو خد دفعه لوحده، فين الدفعه بتاعت جيمي؟ على الاقل جيمي اوسو دمه خفيف، او ليه غيرتوا في شخصيه جي اوسو بدل ما كان بشخصيه جاده ايام البلاد لاين فخليتوه يهيت والهبل اللي هو عمال يعمله ده؟ يا جدع ده في المسلسل بيقول لك مجهود جي اوسو بيضيع وهو داخل وما بيكونش عنده طاقه بسبب المجهود والفرهده اللي بيعملها وهو داخل وسط الجمهور. يا جدعان يعني انتوا معاكم المشكله ومعاكم الحل، مستنيين ايه؟ الواد من ساعه لما لقيته في شخصيته مستواه بقى في النازل، لا بقى شخصيه ولا بقى لعب، بقى حاجه مقرفه جدا. بننتقل بعد كده للحدث الرئيسي بتاع الليله الاولى، ومن اجمل المشاهد اللي شفتها في حياتي كانت قبل خروج سيم بانك المباراه بتاعته. الكل في الكواليس معترف ان هو يستاهل، وبانك كان مش عارف يسيطر على مشاعره، وتريبل اتش بيعترف وبيقول لسيم بانك في وشه انت تستحق ده، كنت دايما تستحق ده، وسيم بانك بيقول له انا عارف ومبسوط جدا انك عارف ده، وشكر على الدفعه دي. حتى فريق ليفن كولر اللي بيغنوا اغنيه سيم بانك كانوا مبسوطين جدا ليه. وبعد المباراه سيم بانك اتكلم عن اللي حصل ده وعن ان كل اللي حواليه قالوا له ان هو ما يستحقش ده، وناس كتير جدا منعوه، لكن هو صمم وصدق نفسه لان الحلم ده كان معاه من وهو صغير. قال كمان انه دايما بيحط قصاده اهداف كبيره لدرجه انه احيانا بيخاف منها بس بيصمم يحققها، وده كان اكتر هدف حطه لنفسه وخاف منه بس في النهايه عمله برضه. فانا مستغرب قوي من مصير اتنين زي سيم بانك وجي اوسو، يعني واحد فعلا قدم حاجات كتير للمجال، ماتشات، بروموهات، قصص، شخصيات مختلفه، كان مصيره انه يفضل يجري ورا حلم انه يتصدر الحدث الرئيسي راس المنيا طول عمره وما يعرفش يحققه في عز شبابه، وبعد كده يغيب ويرجع ويروح الحدث الرئيسي راس المنيا في مباراه ثلاثيه بدون بطوله وكمان ما يكسبهاش. واحد تاني زي جي اوسو كان في فريق وكلامه على المايك مش احسن حاجه ولعبه في المستوى العادي وشخصيته عاديه وما كانتش هتنجح لولا قصه البلاد لاين، وطول مسيرته اخوه كان شايل الشيله معاه. يوم الاتحاد مديله الرويال رامبل
ويفضلوا على ناس كتير زي بانك اللي عمره ما راح الحدث الرئيسي راس المنيا، وسينا اللي بيقدم جولته الاعتزاليه ويخلوه يلعب على بطوله العالم، وفي الطريق لراس المنيا يبان للكل ان هو ما يستاهلش، لكن برضه الاتحاد يصمم ويديله الدفعه. بصراحه حاجه مثيره للسخريه، يعني الواحد بيتفرج كده وبيضحك ويقعد يقول ايه الهبل والظلم ده بجد؟ هو ده الابداع؟ وتيجي في نهايه الليله الاولى تلاقي سين بانك بيقول لتريبل اتش انه راضي جدا وانه حقق حلمه خلاص حتى لو مش رايح يلعب على بطوله ولا كسب رامبل، وتريبل اتش يرد عليه ويقول له دي الطريقه المثاليه للحدث الرئيسي بتاعك. دي الطريقه المثاليه بجد؟ يعني بجد انت شايف كده؟ يعني بانك ما يستاهلش رامبل؟ ما كانش يستاهل يلعب جونتر على بطوله العالم في الحدث الرئيسي؟ اللي مجنني ان كان في فعلا خطط واتغيرت. طب ليه؟ عشان جي اوسو؟ او جي اوسو ما كانش قد توقعاتكم. البسوا عشان تبقوا تفكروا بره الصندوق تاني. بصراحه رايي ان في كلام كتير جدا مش مقنع في البرنامج ده. بصراحه حسيت في بعض الاوقات ان في كلام اتسجل بعد العروض مش قبلها زي ما هم قايلين، وتسجل بهدف انه يضحك على المشاهد ويصور لك قد ايه الفريق الابداعي ده حاجه ذكيه جدا. فريق ذكي بيطلع سيناريوهات في الوقت الضايع، بيجيب لك افكار بره الصندوق، انما ايه؟ وبالعافيه عاوزين يقنعوك ان كل ده كان صح في مصلحه الشركه وفي مصلحه الجمهور. فمن رايي ان البرنامج ده معمول بس لاثاره الجدل وتلبيه لطلب نتفليكس مش اكتر، زي ما قلت لك كده الحلقه اللي فاتت. انما الحقيقه غير كده تماما. كل اللي احنا شايفينه كجمهور او حاسين بيه تجاه الاداره هو فعلا صح، احساسنا ناحيتهم صح، ممكن مش بشكل كامل ولكن بنسبه كبيره. انما اللي بيحاولوا يوصلوه لك من خلال البرنامج ده بصراحه ما اعتقدش ان هو ده الصح. البرنامج ده معمول عشان يفبرك حاجات كتير ويحسن صورتهم كلهم بلا استثناء بسبب هجوم الجمهور عليهم. الكلام ده كان رايي في اللي اتقال خلال الحلقتين دول وخلال كواليس الرامبل وراس المنيا. فعاوز اعرف رايك انت كمان، ويا ريت لو تعمل لايك للفيديو وتاكد انك مشترك في القناه ومفعل الجرس على كلمه اولى وكل عشان يجيلك اشعارات القناه اول باول لما انزل اي حاجه في اي وقت. وده نهايه الكلام لان راسل سبوت قال كده.